البخيتي من بيروت، أهلا بك مجددا. السياسي اليمني، أيضا نريد أن نطلع منك على أجوائك، يعني أنت من الذين لديهم اتصالات أيضا ب ربما قريبة من الحوثيين. وبعد ما أعلنه المبعوث الدولي، هل الأمور متجهة نحو ترتيبات فعلية للتقدم، أم هو إعلان عملي عن جمود الأمور في مكانها؟ أنا كنت إلى ما قبل تقريبا 3 أيام في الكويت، واطلعت على الكثير من ما يدور هناك. أشعر أن هناك لبس فيما يتعلق بفهم الإحاطة التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ لمجلس الأمن. خارطة الطريق الذي تحدث عنها هي خارطة طريق تقدم بها لسير المفاوضات وليست للحل، لكنه تحدث في نهاية الإحاطة أنه سيقدم تصور للحل، وهذا ما لم يقدمه حتى الآن، لأنه قال خلال الأيام القادمة سيطرح هذا التصور، ولا أحد يدري ما هو هذا التصور تحديدا، لكن يمكن استخلاص معالم هذا التصور من خلال ما طرحه في الإحاطة، بمعنى أن الأمور واضحة ولم يعد هناك خلاف حول الكثير من القضايا. الخلاف بشكل أساسي حول تزمين النقاط التي ذكرها، وكما ذكر مراسلكم قبل قليل، وهناك عدم ثقة من الأطراف. وولد الشيخ فهم الخلل أين يكمن، أن الأطراف اليمنية لا تثق في بعضها تماما، ولا يعني إذا بدأ طرف بتنفيذ خطة أو تنفيذ نقطة التي عليه لا يضمن للطرف الآخر تنفيذ النقطة الأخرى، وبالأخص أن هناك تراكم منذ المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، أن الكثير من الأطراف تراجعت. كان هناك مثلا صيغة لأن يكون السلطة التي يتمتع بها عبد ربه منصور هادي أنها السلطة توافقية، ثم خرج عن هذا التوافق، وللأسف السفراء الأجانب وسفراء التعاون العربي لم يقوموا بممارسة الضغوط عليه حتى يعيدوه إلى التوافق، وبالتالي أصبح الطرف الآتي من الداخل لديه بعض المخاوف من أنه إذا لم تكن الأمور مضبوطة قد يتدخل هادي من جديد ويفسد العملية السياسية ويفسد عملية الحوار، كما حصل مثلا قبل أكثر من شهر عندما قام وبشكل مفاجئ حتى المملكة العربية السعودية بتغيير رئيس الوزراء السابق، والذي كان كذلك نائبا لرئيس الجمهورية. وبالتالي هناك تقارب شديد. أعتقد أن طرفي الحوار يريدون أن يطرح ولد الشيخ هذا التصور حتى يتخلصوا نوعا ما من الإحراج الذي قد يظهر عليهم إذا وافقوا هم مباشرة على حل أزمة الثقة بينهما، يعني ما المدخل وطرح من المبعوث الدولي. باعتقادي المبعوث لن يطرح هذا الأمر إلا بعد التفاهم مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف، إضافة إلى التفاهم مع سفراء الدول الكبرى. وبالتالي بعد أن يطرح هذا التصور سيذهب الجميع للضغط على الأطراف اليمنية للقبول به، وسيتحول بالتدريج إلى آلية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، لأن قرار مجلس الأمن الدولي وبصراحة بصيغته الماضية لم يعد صالحا بشكل كامل للتطبيق بحسب الصيغة، وبالتالي سيلجؤون إلى عمل ما يشبه الآليات عبر هذا التصور الذي سيقدمه المبعوث الأممي، ليتم الموائمة بين قرار مجلس الأمن الذي صدر قبل أكثر من سنة و3 أشهر تقريبا، وبين الواقع الجديد على الأرض الذي فرضه الحوثيين والقوى التي في الداخل، والذي تمكنوا معه من الاستحواذ على سلطة الأمر الواقع لأكثر من سنة. سنعود لنناقش بعض هذه التفاصيل في سياق الحلقة. سيد علي البخيتي، أعمل محاولة الاختصار قدر الإمكان. إن كنت لا تسمعني سأعود إليك بعد قليل. سيد علي البخيتي، أيضا في ثمة بيان الناطق الرسمي للمكتب الإعلامي للسيد الحوثي يتحدث عن موضوع التمسك بأولوية بت بمسألة مؤسسة الرئاسة كونها محورا رئيسيا في المشاورات، ترتبط، وأقرأ هنا حرفيا، ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية. سيد البخيتي، ثمة من يرى ربما في هذا الشرط أو هذا التوجه نوعا من التعجيز في التقدم في هذه المفاوضات، بمعنى أن طرفا يطرح مؤسسة الرئاسة أولوية وطرف آخر لا يريد مناقشتها أساسا. هل تعتقد أنها قد تشكل عامل تعطيل فعلي لأي تقدم؟ باعتقادي أن الأطراف جميعها تزايد في مواقفها السياسية المعلنة حتى ترفع السقف فقط، لكن عندما يتناقشوا في الغرف المغلقة الحديث آخر عن ما يدور في الإعلام. نحن نريد أن نتحدث بمنطق وليس بشعارات. اليوم قرار مجلس الأمن يتم التفاوض عليه، يعني ما الذي يفعله مؤتمر الحوار في الكويت؟
ألا يتفاوض حقيقة على قرار مجلس الأمن. القرار كان واضح أنه يسلموا ينسحبوا ويتعامل معهم على اعتبارهم انقلابيين، لكن الآن هناك حديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، هناك حديث عن تشكيل سلطة جديدة، هناك حديث عن فقط انسحاب من مدن مثل صنعاء ومدينة تعز ومدينة الحديدة، وهي مدن جغرافيا صغيرة كخطوة أولى، ثم تشكل حكومة ويعني يمضون بالاتجاه التسوية السياسية. وهذا كلام جديد كامل على قرار مجلس الأمن، وبالتالي أنا لا أعطي تحليل إنما معلومات، وما يدور في الكويت يعني يثبت كلامي. بالنسبة للحكومة، الحكومة لا تسيطر على أي مكان، حتى عدن الحكومة لا تسيطر عليها، تسيطر عليها مجموعات مسلحة تنادي بفك الارتباط وترفع علم ما قبل الوحدة، ولا تتحدث عن جمهورية يمنية، ولا يعترفوا أساسا بأن هناك جمهورية يمنية، واعلنوا أنهم لديهم خيارات انفصالية أخرى. وبالتالي الحكومة لا وجود حقيقي لها إلا في فنادق الرياض. المدينة الوحيدة أو المحافظة التي يمكن أن نقول أنها خاضعة نوعا ما للسلطة ولو بشكل شكلي هي محافظة مأرب في الشمال، لكن حضرموت والمناطق الأخرى في الجنوب لا تخضع نهائيا للحكومة، والجميع يعرف هذا الكلام. لم تتمكن الحكومة ولا عبد ربه منصور هادي من حماية المواطن البسيط الذي يبيع في الشارع من عمليات تهجير قسرية تم ممارستها من قبل مجموعات مسلحة في الجنوب، وأخرجوا عشرات المواطنين بل مئات المواطنين وآلاف إلى المحافظات الشمالية، وعجز عبد ربه منصور هادي عن عمل أي شيء. لماذا؟ لأنه لا يسيطر على الوضع. بالنسبة لمسألة الانسحاب ومسألة التسوية السياسية، باعتقادي أن هناك 3 قضايا رئيسية على ابن الشيخ أن يركز عليها. أولا، لا يوجد ثقة حقيقة في الحوثيين أنهم سينسحبون، وسيسعون بكل الوسائل لتفريق الانسحابات من مضمونها عبر عدة حيل خبرناهم كثيرا فيها، وبالتالي يجب عليه أن يركز ما هو معنى الانسحاب، وتكون هناك خطوات واضحة لا يتمكن الحوثيين من المراوغة حولها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بنفس القدر من هذه الخطوات التي ستلزم الحوثيين يجب أن يكون هناك خطوات واضحة باتجاه الحد من صلاحيات عبد ربه منصور هادي وتسلم الحكومة للصلاحيات بشكل مباشر، حكومة الشراكة الوطنية، ويتم إيجاد آلية لإيجاد سلطة جديدة، إما مجلس رئاسة أو بأي صيغة أخرى، حتى لا يعبث عبد ربه منصور هادي وابنه جلال بالتسوية السياسية كما عبثوا بها خلال الفترة الماضية. الموضوع الثالث، كنت تحدثت يعني عن 3 قضايا يجب أن ينتبه إليها ولد الشيخ، الانسحاب، موضوع صلاحيات حكومة هادي، والثالث الأمر الثالث والمهم أنه متى ستتحول دول التحالف إلى فعلا لعب دور الوسيط. لا زالت هذه الدول للأسف هي طرف عبر استمرار العمليات الجوية وغيرها، لكن قد يقول الطرف الآخر أن الحوثيين مستمرون في عملياتهم العسكرية، وهذا طبيعي. لذلك نتمنى أن يتم إيجاد آلية ليتم تجنيب التحالف عن الخوض في المعارك العسكرية الداخلية، ليتحول فعلا دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إلى ممارسة دور الوسيط الضاغط على مختلف الأطراف، وفي نفس الوقت على الحوثيين أن يلتزموا بعدم التمدد من جديد وعدم السيطرة على مناطق، ودخولهم قبل أيام في مناطق داخل الجنوب باعتقادي خطأ كبير سيؤدي إلى إرباك الوضع والمشهد مجددا. نعم. علي البخيت، يعني نقاط عدة. أولا، إن كان لديك تعقيب على مسألة أنه في الجنوب هناك سلطة للدولة وليس كما ذكرت أنت لميليشيات، وأنكم تسمون الميليشيات في الجنوب وترفضون هذه التسمية في صنعاء، بل تقولون عنهم لجان شعبية وما إلى ذلك. وأيضا أريد أن أسألك بعد هذا الجواب المختصر منك لو سمحت عن موضوع الإمارات والسعودية، إن كان لديك معلومات في شأنه. تفضل. لا، أنا لا أريد أن أبيع أوهام للناس. الحكومة لا تسيطر على أي منطقة في الجنوب، أكرر هذا. هي عودة استعراضية، تم تأمين مربع لا يتجاوز الكيلومتر المربع لعودة الحكومة. الرئيس هادي المعترف بشرعيته دوليا خارج منذ أكثر من سنة ونيف، يعود سريعا ثم يهرب، والحكومة تعود سريعا ثم تهرب، وهذا وضع طبيعي. لماذا لم يتحدث الأخ الضيف الذي في الكويت الأخ مانع عن يعني لماذا يتم إخراج الشماليين من الجنوب؟ أين قرار عبد ربه منصور هادي؟ أين قرار الحكومة؟ الجميع يعرف أن بن دغ لا يملك من الأمر شيء، وأن هناك مجموعات مسلحة أخرى تسيطر على المحافظات في الجنوب. حتى في مثلا في المكلا تم
اقتحام مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح، والسلطة الرسمية لم يكن لديها جواب عن من هي المجموعات التي تقتحم وتنفذ عمليات مداهمة خارج سلطة القانون. باعتقادي مأرب هي النموذج الوحيد، البقية مجرد أوهام. ولو كان هناك فعلا سيطرة حقيقية للحكومة ولعبد ربه منصور هادي لكان عاد منذ أكثر من سنة ونصف. هل لديك أي معلومات في شأن تباين سعودي إماراتي وتأثير ذلك إن كان صحيحا على مسار الأمور سياسيا وميدانيا في اليمن؟ حتما هناك بعض التباينات في المواقف، وباعتقادي أنه بمجرد أن عادت حكومة بن دغر شعرت الإمارات أن البساط يمكن أن يسحب من تحت يدها في مدينة عدن بالأخص، وبالأخص أنها داعمة للمجموعات المحلية الموجودة سواء السلفيين أو غير السلفيين. هناك صراع لكنه يظل صراعا ليس معلنا ولا أدعو الأطراف الأخرى التي في صنعاء أن تؤمل كثيرا على هذا الصراع، لأن في النهاية مصلحة الإمارات والسعودية مرتبطة، والملف اليمني بشكل عام متعارف عليه أنه ملف بالأساس هو ملف سعودي. الإمارات يعني تحاول أن تناور هنا أو هناك، لكن في النهاية طيب هل المسألة أكثر هي في اليمن صراع عربي إيراني وفق تعبير السيد مانع المطري؟ لا، هذا أعتقد أنه وهم. يعني صحيح أن دول الخليج تخوض هذا الصراع من هذا المنطلق، لكن لا وجود حقيقي لإيران ملموس. إيران في المناطق التي لها تواجد يعني تجدها موجودة مثلا في سوريا، في العراق، في لبنان، وتتدخل حتى في عسكريين أرسلت ألوية وعسكريين إلى سوريا وإلى العراق وتتدخل بشكل علني. لكن في اليمن إيران لم تتمكن حتى من إرسال مساعدات أو أسلحة. أرسلت بعض كراتين المياه بداية الحرب لكنها في النهاية توقفت. وإيران لديها مع السعودية بعض التفاهمات التي أعتقد أنها في خلف الستار، ولذلك إيران لا تتدخل بشكل واضح في اليمن. يمكن أنها تحاول إرسال بعض المساعدات خفية إلى الحوثيين، لكن تدخلها محدود جدا وسيطرتها على القرار الحوثي محدود جدا جدا. والدليل أن الحوثيين ذهبوا إلى ظهران الجنوب وعملوا على إيجاد تفاهمات مع السعودية، بل أن المتحدث باسمهم قام وهاجم إيران وامتدح السعودية في الوقت الذي لا تزال السعودية تقصف اليمن. وبالتالي سيطرة إيران على القرار الحوثي هذا وهم لدى الأطراف الأخرى. وتصرفات الحوثيين الهوجة واقتحامهم للمدن وانقلابهم على السلطة خير دليل على أنهم غير مرتبطين بإيران. لو كانوا مرتبطين بإيران لكان لديهم بعض العقل الذي لدى حزب الله عندما دخل بيروت في عام 2008. بقي ساعات ثم سلم الأمر للحكومة وأصبح يسيطر على الأمر من خلف الستار. لكن الحوثيين غير هذا الكلام تماما، وهذا يثبت أنه لا تأثير إيراني مباشر عليهم. سيد علي البخيتي، أختم معك. يعني ربما طرح هنا السيد المساو من انتقاد حاد لك يعكس أيضا تساؤلات البعض عن موقفك كسياسي الآن يمنيا. هل بدلت موقفك؟ هل كان هناك دفاع عن الحوثيين والآن التفاف عليه؟ يعني أعطيك الكلام في هذا الجانب لو سمحت، تفضل. أنا لا أحب أن يتحول الموضوع إلى سجال شخصي. أنا كنت جزء من الحوثيين حتى انقلبوا ثم بدأت أهاجمهم بسبب ممارساتهم، وهذا طبيعي ومن حقي ولا يعد هذا تحول. أنا ثابت، أنا كنت ضد سلطة جمعية، أتى الحوثيين وشكلوا سلطة جمعية فبقيت ثابتا في مكاني معاديا لأي سلطة جمعية. باعتقادي أننا أمام فرصة تاريخية لكل اليمنيين، عليهم أن يغنموا هذا الضغط الدولي والإجماع الدولي حول الوصول إلى تسوية سياسية. لم تجمع دول مجلس الأمن كما هي مجمعة في الملف اليمني، كذلك هناك ضغط من دول الإقليم للوصول إلى حل. على الأطراف اليمنية أن يستثمروا هذا الأمر لأن البلد ستوشك على الانهيار. لدي أرقام من البنك المركزي أنه لن يتمكن إلا من صرف مرتبات تقريبا لشهرين، وقد تتعرض العملة لمزيد من الانهيارات. علينا أن نغتنم هذه الفرصة قبل أن ندخل في مرحلة اللا عودة. يكفي صراع، يكفي حرب. عرفنا أنه لم يتمكن أي طرف من فرض خياراته، لم يتمكن الحوثيين من تمرير انقلابهم، ولم يتمكن عبد ربه منصور هادي والقوى المتحالفة معه الذين انقلبوا على مخرجات الحوار ورفضوا إشراك الحوثيين، لم يتمكنوا كذلك من إثبات وجودهم على الأرض وإثبات شرعيتهم. وبالتالي اليمن لن تحكم إلا بالتوافق. هذا ما تحدثنا عنه منذ سنوات وهذا ما سنتحدث عليه. والأطراف السياسية باعتقادي أنها يجب عليها أن تعي أن هذا الأمر مفروغ منه، أنه لن نحكم إلا
إلا بالتوافق، والاستمرار في هذا الصراع وفي هذا الجدل فقط سيؤدي إلى مزيد من الدمار، مزيد من الحرب، مزيد من القتل، وكلنا سنتضرر. أنا والأخ عباس والأخ مانع كلنا اليوم فارين من سلطة الحوثيين بشكل أو بآخر، بغض النظر عن مواقفنا السابقة أو اللاحقة. يعني في النهاية هذا وطننا، هذا بلدنا، يجب أن نسعى جميعا إلى إيجاد حل سياسي.